إرهاب الطرقات، حيث أدى حادث مرور خطير إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة بولاية بسة. الحادث المميت حدث بعد اصطدام حافلة بمركبة سياحية، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 16، ليضاف إلى جملة الحوادث التي تشهدها الطرقات الجزائرية منذ بداية شهر جوان. إذن لتفاصيل أكثر حول الحادث نربط الاتصال بسيد طاهر براح، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بولاية بسة. صباحك سعيد سيدي الكريم، هل لك أن تقدم لنا تفاصيل أكثر حول حول هذا الحادث وأسبابه؟ صباح النور. وقع هذا اليوم حادث مرور على الساعة 6:40 على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية والحاف الدير عند المنطقة العبيدي قرنة. تمثل هذا الحادث في اصطدام حافلة مع مركبة سياحية من نوع هونداي أكسون، ونتج عن هذا الحادث الأليم 5 موتى في عين المكان و7 جرحى نقلوا إلى الاستعجالات عليا صالح بتبسة. ماذا عن أسباب الحادث سيد طاهر؟ الأسباب لحد الآن التحريات جارية لتحديد الأسباب بالضبط، وممكن هي السرعة المتفاوتة للسيارة أو للحافلة. واضح يا سيد طاهر براح، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بولاية بسة. جزيل الشكر لك على هذا التدخل. عفوا. شكرا.